أنا اتخنقت أنا وجوزي مع بعض وحلف عليا وقال لي والله العظيم الأسبوع ده مش هيعدي غير لما أطلقك. تاني يوم اتصل عليا وبيقول لي خذي هدومك وروحي بيت أهلك علشان مراتي الجديدة جاية. أنا قلت له حاضر، ورحت جايبة كيلو سردين وحطيته في مواسير الستاير، وخدت ولادي ولميت شنطتي ومشيت. ومراته جت تضحك وتقول لي يلا يا حبيبتي بره علشان ده بيت جوزي. أنا قلت لها ربنا يخليكم لبعض، عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. تاني يوم هو بدأ يشم ريحة وحشة في البيت والسردين بدأ يعفن، فقال لمراته الجديدة إيه الريحة دي؟ أنا طول عمري عايش في البيت نظيف. وهي تحاول تنظف في البيت وتنظف وبرضه الريحة مش بتروح. وهو زهق وقال لها انتي معفنة، والله أنا لو جيت من الشغل بكرة ولقيت الريحة دي والله هطلقك. قعدت تلف حوالين نفسها وفي الآخر طلقها ورجع لي بعديها وقال لي انتي ست البنات. أنا رحت البيت نزلت الستاير وشلت السردين والبيت رجع زي الأول، بس حاسة إني غلطانة إني رجعت والمفروض أسيبه يتعذب شوية. إيه رأيكم في التفكير يا جماعة؟